السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد. إذن نلحق إثما إلى قول الله عز وجل من سورة ياسين الآية 47 عندنا رب العالمين: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. الآية غيثما مرة خطب ضرب العالمين يهدر ضرب العالمين فويكني مجين كرل النوم ولاش الآخرث ولاش اليوم القيامة ولاش اندر غاسندرت بالدنيا لفصل رب العالمين تسوى حسبا ويكني مجين كرل النوم ولاش أندر غد فغنقزك وننصن فيهضر ضرب العالمين كي بعض النقاط أمشي رب العالمين راح أندسك رب العالمين قزكوان نصن وغد بالدنيا لفسنيس وغد وحسبا كل صغيرة وكبيرة. ولكن يثنى أمسليين القواد سواء ذي الكفار اللان عهد النبي عليه الصلاة والسلام نغض الكفار اللان قبل عهد النبي عليه الصلاة والسلام نغض الكفار اللان في رغم الوقت النوغ زمان النوغ نجمع الفيون ومسلي مرة أنه قرنك ميلا بالصح الآخر ثيم في جزيستي أندلت الآخر ثيم أقلاق 2023 ميلادي أندلت الآخر ثيين لدقان الأنبياء عهد آدم عليه السلام نوح يحيى زكريا إبراهيم عيسى موسى الأنبياء مرة إلا نسوى عيد من القوم إنسان في الآخر قرنا كان دلت ومازالوا نزروا الآخر ثيين فهم مدكا الوالنسن ويقولون متى هذا الوعد يعني الوعدين لن توعد نزيس الأنبياء القوم نسن النوم سخواف نيثن النوم ثلا لا خارف إلا ديون واس عندنا غد نبدياري فاسم رب العالمين أنا بحسب مرة من غينين نخدم وين ذي الوعد اسم تفكير وإذ الوعد ربي حقانية حق ووعد الله حق وربي وريد تخليفة رغم الوعديس فنهني وطرمو وتسمنا رغس الآخر قرنا سندلة الوعدين مخت وعيد ميلا ذي حقاني نثلين إن كنتم صادقين. وخذ الله يثمن الآية كان رب العالمين كان يتسوين تدك ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين فغني يسن رب العالمين إنسن لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون لأنه غيثنا غمسلين إذننا كي ويقولون متى هذا الوعد أو قلخر ثيين يقولونها قرنتيد استبعادا وتحديا في نفس الوقت يعني 7 مرة قروين سن تخمم سن
انه الاخر ثين ضصح تكزيستي 7 مرة، يعني اكن يتقارن لك روايه مثلنا ثورة قارنك ما كانش منه، لكن هو بتمنع ما كانش منه الاخر ثين تكزيستي لك مره كانش ثين، يعني الفكره يكسر مرة. وفي نفس الوقت تحديا تحدين زيس الانبياء، تحدين زيس رب العالمين انه غيا ما الا بصح تكزيستي شي عقد الاخر ثين اي عذبه شي عقد العذبين، يعني نستعجل تحدين زيس رب العالمين هذا رسول. ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب. يعني غدا شو يجانا رب العالمين انه نتعذب على غوريس نقرر الدنيا، رب العالمين كلش كيفاش الناس ما إلا يبغى الحاجه غسين يكون فيكون، ما يبغى رب العالمين الدنيا ثين ثورا غتسنقر رب العالمين على كل شيء قدير يسمر كل شيء. ولكن ذا شو يجانا رب العالمين انه واش استجاب راه التحدي غير يعني تحدين زي رب العالمين انه يسر تستعجل من العذاب. وخلق الانسان عجولا، اكثر الانسان بالطبع يسي خلقيتي رب العالمين يتقلق يستعجل الحوايج. ويستعجلونك بالعذاب ولولا اجل مسمى. لو كان ماشي ديون وسيلان رب العالمين يقدر الاخر ثيغ لو دام رب العالمين يكتبيت القدر يكتبيت انه اي وقت ياس الوقتيس الناس لو كان يعني ماشي الاجل لكل اجل كتاب. الاخر ثيغ رب العالمين كان يقعل من او قيس يخدم الاجليس. ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين قل انما العلم عند الله. الانبياء اكل من نور علمنا او قرث قردني يو نور يعلم قرث قردني. حتى جبريل عليه السلام الا ملك من الملائكه غيلا مقرب الا يقرب غرب العالمين نور علمنا. نظرا ما كانش في حديث جبريل عليه السلام اسمي غيدي وطر جبريل عليه السلام يشبه ديمانيس امورغاز يريح الوحيد اللي بغي يسقسيه كيرا يسقسيه ذا شو الاسلام ذا شو الايمان ذا شو الاحسان. الجواب النبي عليه الصلاه والسلام الناس وقرات ندير الساعه الناس وقرات ندير الدنيا شو سن النبي عليه الصلاه والسلام وما المسؤول عنها باعلم من السائل. لان النبي عليه الصلاه والسلام يعلم وين يدي سقسينا كني ما يعلم جبريل. الصحابه مور علمنا أعلم كان أنه رجل ذا غريب. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بينما حتى كان صدفة كان في غديون ورقاز والعالم سيدي في الغليل كثير شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. قال معروف يسمع أنه غم سفر يتبع خاصة بالصحراء تتصف القشي صغبرون شعري صغبر تسبيل الحريس مسكين ذا مسبريد أين ياك اللبسة يستملات شعر يسنبر شام إشباح إبهام إحلام والنعلم سيدي فيه ورثي السنحل إنه يوي والعلم. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام على جبريل يسقسه جبريل وقرأ في الجردون إن يسمى المسؤول عنها بأعلم من السائل بمفهوم أن يبغى سيدي النبي عليه الصلاة والسلام قالوا كان إلا وين ما يدي وين يعلم الشيء إلى الزواج لأنه شيء قرب الغرب شو تعليم ترى مش هذا تعلم غيرك. فالناس ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله. العلم يصغر بالعالمين ضرب العالمين يعلم وقت الدنيا إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام يفكر بعض العلامات كران العلامات كران النقاط كما نعلم أنه قريبة الدنيا. في حديث مثلا حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قد حذيفة رضي الله عنه نقيمين وسكن نجمع كي نتذاكر الساعة. شوف سبحان الله
الصحابة غادي يرضوا ربي في اللسان تنجمع في سنيتنا أنا قال في الآخر ما إلا من نجمع أنا قال في الدين تذكرني ما ننسى توعظني ما ننسى أنا قال في الدين. ولكن تراك ما إلا طفيت يوني نجمع ودنقرر 100% باش كون نظلم راه غيتمثلنا بالك نحسن الظن لا نوياك بالك كتسمكتي هذاك 90 بالك 90% يولي سمكتي الدين لا الاخر نجمع لنا انا قال في الدنيا يحدد النبي تظليت ربي عليه السلام في الناس الناس لا شو يتمسلين ان الناس يا رسول الله نسمكتي الاخر نهضر في الساعه بشرة نقردوني وقت نقردوني مرات نقردوني ثاني ومع مرات نقردوني ذا شرا ديالي يعني بعض الاهوال الا نهضرش بحكايه في لسن النبي عليه الصلاه والسلام يحكايه حتى غيثنا النبي عليه الصلاه والسلام مارس الضحك وما كان في الاخر سهون الدنيا سهونت أكني يثبت حديث حنظلة رضي ربي في الناس يروح دوار النبي ناس يا رسول الله ناس نافق حنظلة ناس قلغ المنافق الناس مش ناس يا رسول الله ناس مرد نقيم ياري فاسنيك وقت هضرت في الآخر الناس نتعيشي بصح في الجنة ذا شو تفكر بك الجنة ذا الناعمين ناس ذا المتاعين ناس وما راح تعضت في الجهنم ذا العذاب ناس نتعيش حقيقة يتسالي يغ الإيمان إن سد الفغزيش كان صغور كان طريقة من النار أخذ شغل الدنيا في الخدمة الدرية ما كان يتولى ما كان النفاق قوية شهدوا مسلي أنه تشوف اللي تعيش نياتنا فمن الناس من النبي عليه الصلاة والسلام ليش هم يتمسلين الناس يا رسول الله اسمك كتاب الآخرة في الساعة الناس النبي عليه الصلاة والسلام إنها لن تقوم الناس مثل قال حاشا نظرين 10 حوايج العلامات هي نظرت في أحد الدروس 10 الساعة الناس مثل قال حسن نفغمت 10 الحوايج فذكر الدخان والدجال وطلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة ونزول عيسى بن مريم وخروج يأجوج ومأجوج وثلاث خسوفات خسف من المشرق وخسف من المغرب وخسف من جزيرة العرب وآخرها نار تخرج من اليمن تحشر الناس تطردهم إلى محشر الناس حشنا فوت 10 حوايج تاني. على كل حال في علامات في غتد النبي عليه الصلاة والسلام ولكن ينور على وقرات قرد الناس إفكي يغدق الحديث يتدان كذلك بالضبط أو قرات قرد الناس إنه يأخذ الجمعة في حديث الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وزي سدي فرق الجنة وزي سجموث إلى آخر قال النبي عليه الصلاة والسلام وفيه تقوم الساعة خبر النبي عليه الصلاة والسلام أنا في الجمعة أنت الجمعة ربي ذي العالم حشم فرط العالم مثين الحصول يرون على المقالة قردون ولكن ويكي مستعجلين ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وقل آية ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده يكويد الوعد ربي وتخلفه ربي ورخلفه الوعد ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. إذن الفرقية ما هو يرانا أنه كنيسة المؤمنين نسمى أنه ثلاثة خرف نسمى أنه ثلاثة خرف نسمى أنه مسكن سدسكن العباد أذكر رزق ونصر ودب الدنيا فاسم رب العالمين واني حسب رب العالمين ومن بعد النظر ربي مباشرة
أنه يشيغي إلا نتمنى رسول آخر هذا عسل أم الآية التي ولولا أجل مسمى الآية التي ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل ينسل لكم ميعاد يوم 900 واش ذي الوعد فربي عسل كان قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون ما ينغيو سيكون يعني وتأخير في الناس وتقديم في الناس ساعة يعني كل سنة وقتيس فغينا رب العالمين ويشي غيلا نتمنى إناد ما ينظرون ما رسم تسد يوم القيامة ما رسد الآخر ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون اسم رسم تسد صيحة واحدة والصيحة المقصود هو النفخ في الصور هو النفخ في الصور النفخ في الصور وهو المسؤول عنها ملك من الملائكة إلى نسمس ما يسمس نيلك نسمس إسرافيل عليه السلام ويغي لند المسؤول في النفخ في الصور. شوف الصور باللغة هو القرن يشبه البوق. القرن يشبه البوق مرة دلني البوق كيا دلني أبويك نستخدم زيك البوق اللي مرة الضعيف تفك بالسوق الصوت يعني صعوزوي يشبه إفكيس النبي عليه الصلاة والسلام كي يعني لكن يدوس حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه يسقسم يقول أعرابي يسقس النبي عليه الصلاة والسلام الناس يا رسول الله ما الصور الناس هو قرن ينفخ فيه قرن ينفخ فيه النفخة الأولى غيثما وغير رب العالمين كني غدار من العلماء أنه لنت نفختين النفخة الأولى أذن نفخ إسرافيل أذن ثمورة ويكني لنقل ذا الحيين ويكني لنقل الحيين قل قاعة نقل يساوي ذا الملائكة نقل الجنة نقل العباد أذن ثمورة ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله ثيم ذا النفخة ثمزموت هذا مثل العباد مرة النفخة ويسنف ما الذي نفخ إسرافيل دينا غرد كان العباد بالزكوان وصام ودسنا أرض المحشر باش كذينا غد الدنيا رفس رب العالمين ثم نفخ ند رب العالمين ثم بعد النفخة الأولى النفخة الثانية ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون إليك رب العالمين ويكين ينكر اليوم في القيامة ماذا أسن كان الصيحة يعني النفخة أسمى لسن تسد النفخة هي أنت نغكو ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذها أذلك
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد. إذا من ربي ذا شو متحسن كان عندنا سلسلة الصيحة الأولى تأخذهم تميتهم تصعقهم، ولكن اسمها راسن تسديتنا أمشي راسن تسد الحالة سنم حلال أنت الحالة ملان، لأنه العبد لقد يمانيس يستعد، ولكن أسمي غيش نتوسد أمشي غير نتوفاد أسمي تنقرف لسن الدنيث أمشي غير نتوفاد العباد. إن رب العالمين افتديون الوصف وهم يخصمون ما ينظرون ما راسن تسد الآخر تطفيثهم الآخر فنين ونهنين يخصمون يعني يختصمون تناغل تطفيثهم أنه بالغفلة تناغل في الدنيا تناغل في البيع ذي الشراء تناغل في الماكلة تناغل في الخدمة تناغل في السكنة تناغل في أي أتفه الأسباب تفاثن غفلة تفاثن الغفلة ثويث محمل. نضرب العالمين في سورة الأنبياء اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. هناك الدنيا قريب اقترب للناس حسابهم، ولكنه عندنا مازالت نغفلان مازالت نبعد في الآخر مازالت المشاكل الدنيا. وغيف كضرب العالمين وصف أعظم من هذا في سورة الروم أن رب العالمين وعد الله حق لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. الدنيا قفز المرة شطر المرة يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. أبريد الدنيا سنة العباد مرة سنسر سكن سنة العباد مرة سنسر ذلك سنسر ذا طرون سنسر ذا كشمن سنسر ذا فقن قرانت العباد القراية خاصة بالوقتين اللي اخترع الله التكنولوجيا سنة مرة ولاش منيك قرانا ولاش منيك قفيزنا، ولكن الآخر بعذاب في الناس الآخر غفلان في الناس يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. إنك ربي غير نسن تسال ثسياسا فجأة تفافا شغالين الدنيا وين إلا السوق سنوزاي وين إلا قمارشي غير تعيط وين إلا الخدمة يخدم وين إلا ذا البيع والشراء وين إلا قلت السيتيتس وين إلا ياري بردان كل يوم كيدير سطور تفيتهم ديال الغفلة وهم يخصمون، ولكن يثنى ما ينفس رب العباد ولولا أجل مسمى لجاءهم كتاب. لكن دينا رب العالمين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخروا ما ينفس الوقتيس أركي تفكران رب العالمين ثانية فغنى رب العالمين فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. أرسعون الوقت أنه غض وصين الدريانسان نغض وصين مولا الإنسان نغض وصين الجيران إنسان نغض وصين أيا كان ونسعى لخط وصين تسد على غفلة وثر ولا إلى أهلهم يرجعون. ورنتمهل رب العالمين وين غير نبعث في من والناس أنه غادي يسعون لحظة كان غادي يقلهم ولا الناس لاش الوقت باش نسفكر رب العالمين مهلة في كيس رب العالمين ديغ المهلة مقريلا للدنيا مقر، ولكن ما ينامون لحق ديون الأجل إلى حقيقة الكتاب ولاش المهلة. فلا يستطيعون توصية وإلى أهلهم يرجعون. النفخة الأولى يثنى أسمانا الله ذي نفخ إسرافيل في الصور هذا مثل مرة
ذي العباد ذي الملائكات ذي الجن. استثنى رب العالمين بعض الاستثناءات مخالف من جنس العلماء إلى أقوال كثيرة. عند دين رب العالمين ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. مخالف من العلماء كانوا متكشمرة الخلافية إنه ماشي يقارن جبريل وماشي يقارن إسرافيل في حد ذاته إلى آخره، إنه ماشي يقارن موسى عليه السلام، لأنه يثبت حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه أول من تنشق عنه الأرض منه نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. إنه يكشبح النبي إنك أنزوى أرى ذكر القزق كينس إنك ذينك إنك مرى ذكر إنك ذكر موسى عليه السلام إنك ولا عالم ماذا نسي ذكر لا غير ذكر. فقال العلماء لربما من الاستثناءات التي استثنى عليها الله عز وجل الصح لربما موسى عليه السلام. المهم تكشمل الخلافين. الشاهد مسلي أنه ثنا النفخة الأولى ثنا النفخة الأولى هي النفخة الأولى ذي النفخة الثانية مرة ذي نفخ إسراف لازم مثل العباد ذي الجن ذي الملكة مرة. يقول أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين النفختين يا الوقت المدة الزمنية بين النفختين كم زوار الدوزيام 4 نمس يا أبا هريرة 40 يوم شحال 40 يوم قال أبيت. قالوا 40 شهرا 40 شهر قال أبيت. قالوا 40 سنة قال أبيت. يعني وريد الزمارة أبيت يعني وسعي غير اليقين زمان غير يكون ديني 40 يوم 40 شهور 40 سنة إن كان النبي 4. ثم قال عليه الصلاة والسلام قال وقت اللي غسمى غادي يقزق واص ويجني يموتني كل ثم ينزل الله من السماء ما تغليد الهواء ما تشوف الهواء. قال النبي عليه الصلاة والسلام فينبتون ويكني يموتن قلن يغسان فينبتون دمغي دحيون ربي فينبتون كما ينبت البقر. إنك دمغي مسمارة تمغي الزريعة من ما كتزوط سكا ودي تمغي غزو حل حشيشك ودي مغي هكا يعني إمرن تزد النفخة الثانية ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. اسمها ذي نفخر بالإسرافي قلبو دينا أرد فغن ما رد فغن بزكوان نصر إن ضرب العالمين ونفخ في الصور النفخة الثانية ذي عاود ذي نفخ إسرافي باش كنعاود نتكلم ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. الأجداث يعني القبور ذكرني كالبزكوان نصر فإذا هم من الأجداث وبالعلم الذي الآيات يخرجون من الأجداث كأنه وصف دقيق جدا سبحان الله كأنه مش جراد منتشر أجراد كاين قرض جراد إلا كتفغن كزكوان وصلنا كنا راه يفغ جراد أنت لا دروح الدنيا اللي فاسم ربنا إلى ربهم ينسلون إلى أرض المحشر. قال لحظة من غاسم راه ذكر قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا من يغدي سكرن الزكوان النار من قبورنا لن نكرم أكنشتاع النوم ود سكرنا بالزكوان نصر النوم ولاش الآخر النوم تبددنا لنا سكان يريف اسم رب العالمين النوم ولا شيون واسم دي سقام الحساب والجزاء لن نكرم كنشتني. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا من قبورنا ولا يعني أنه غيث مدنا من مرقدنا أنه قصداخ ديسكوان وصل أنه معناتها وتوعذ بنار لأنه بلك ديالي غيون من منكر عذاب القبر وهم من منكر السنة ويكنا نقنكرن السنة النبية تظل في ربهم وسلم يسفلس قال لك العذاب القبرين ولك الزيستارة
قرنك عذاب القبر وليكزيستا نكر المورة إمسلين النبي وتسمى لأنه لنا يثم طائفة تسمى بالقرآنيين ويكي ما يثنى لقد سر من بال يكون في اللسن مليح وللأسف الشديد كفرت العلماء مثلا كرت السنة من النبي كافية لأنه السنة هذا القرآن سبحان الواحد ربي ماشي عاد النبي يفكيز القرآن لا خديش فهمنا لا خديش فهمنا النبي ما لا خديش فهمنا يذكر ضربي القرآن الزلط وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ولكن لم كان الزلط أم كان الزكاة ولاش القرآن السنة النبوية اللي يقول أنه أنزل 5 لوقت الطور لوقت الفجر لوقت العصر لوقت المغرب نزكي أم كان نزكي سورة الحج أم كان نحوج ولاش مرة أم كان تحوج تلقى القرآن لاش أم كان تحوج ولكن ما كانش فيه فهمنا في النبي ويكين كرر مرة السنة النبي قرنك أنه العذاب القبر وليد سيستاهل وبعضهم يستدل بهذه الآية قال أنه مرقدنا يعني ينن لا تروف أنه متوى عذابنا لا يستثنى أنه مدى قالوا مرقدنا أنه متوى عذابنا دليل بالقرآن ودليل حتى بالمنطق هذا نبلوغ المنطق يولى اسم مرضيين لا يعنى أنه أي وحدي معناتها مثلا يتمتع سنو الدمينس فغير لي هناك نص مراس لدي تورثيس على شومبر يسكاتي صفتيين تطلع ريساخ ثانيين يستعفى بالك مسكين يتربون سما ثنقل جهنم أثن تبع في دقجان أثن يتوع الذاب ينسقل جثين سكا ثانيين يستعفى ولكن نفسيا تروح في استواء الذاب يتألم أثني تربون يتنعى تسهاب ما ردي ولا كيا سيني أعوذ بالله زغني اللي غينا الحمد لله يا فزغنيين ماشي للصح وهي منطقية ولكن آية واحدة في القرآن الكريم تسبيل العذاب القبر شو دينا ربي آل فرعون وحاق بآل فرعون اسمه موت فرعون وحيد الجنود ينس إن ضرب في اللسن وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة إنك ربي متعذب فرعون الآل ينس يعرضون على النار سواء عذاب الاستمس الصباح العشاء أندعى بزكوة ننصر دليل ماشي يوم الآخر بزكوة ننصر لأنهم بعدين ضربين ويوم تقوم الساعة يعني قال مؤمن إذا شاف فهمت سميت وعذاب 3 قردوني 3 قردوني لا بزكوة ننصر وبعدين ضربين ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب فنوني مسمغين لنا هذا قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا أسمغي الدكوال حياة ربي ولا الجهنم ثحقنيث ثنغي قعرون وفنزيغا العذاب من يسكوان خفيفيث مقارنة من بتعسى قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا النند الملائكة أو المؤمنين هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسل الويد الوعد إلا نتوعدكم ضربيه إثلم تنكرمت ثقارمس ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين الوعد من مستقام مكنين وقندلت الوعد نتعسى في نزلت الناس دوائم الوعد لكم دين رب العالمين قل لكم ميعاد يوم عسمت كان لا تستأخرون عنه ساعة ولا دوائم الوعد يلحقكم تفرم تتوالم عيانا تتوالم حقيقة يقلب الحقيقة هذا ما وعد الرحمن وربي الوعد يزد الحق ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعد
هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. أينكم دقارنا الأنبياء للرسول وين ذي الحق صدقوا. على كل الحق ذا الوقت يسوي لنا الوقت إن شاء الله تبارك وتعالى. نقدر سيدي سدون نكمل لك بعض النقاط فيما يخصك هي مسألة إعلان البعث، يوم البعث والنشور. نكتفي بهذا القدر. قولوا ما تسمعون. أستغفر الله لي ولكم، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أستسمحكم على الإطالة وبارك الله.